بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من دردشة طبية على السريع. ده بوست منسوب يعني لأحمد خالد توفيق الله يرحمه. الكلام اللي فيه حقيقي جدا. المريض لما بيروح عند دكتور كشفه مجاني أو كشفه رخيص ما بيثقش أبدا في هذا الدكتور، ولازم يروح عند دكتور شايف يعني كشفه كبير، وكمان حبذا لو الدكتور نفسه كمان متكبر وشايف نفسه عليه، ويكتب له روشتة بالشيء الفلاني عشان يرضى يروح يجيبها وياخد العلاج. ممكن العلاج اللي كتبه الدكتور الكبير ابو كشف كبير يكون هو نفس العلاج اللي كتبه الدكتور التاني ابو كشف صغير. دي مشكلة يعني مجتمعية، مش عارفين يعني. الناس اللي بتقول لي او اللي بتقول لنا انتوا كشفكم غالي وارحموا الناس والكلام الكبير ده، يعني هو بغض النظر طبعا عن قصة ان انا اصلا ملزم بضرايب وايجار وقصة تانية، وعندي مصاريف كتيرة وبتزيد كل سنة عن السنة اللي قبلها، فما ينفعش ان اخلي كشف مثلا ب 30 جنيه، انا كده مش هجيب ايجار العيادة اصلا. لكن الفكرة انه انا حتى لو رخصت الكشف وقلت اكشف على عدد اكبر ويبقى اعوض ضيف، دي المحصلة النهائية ان انا كشوفاتي هتقل لو انا رخصت الكشف. لو فرضنا مثلا ان انا بكشف مثلا على سي من الحالات في خلال الشهر مثلا، لو نقصت كشف للنص هيجيلي نص السين ده او ربع السين ده، مش هيجيني ضعف او حتى نفس العدد. ليه؟ لانه الناس دايما بتثق في الراجل او الدكتور ابو كشف كبير. معرفش الفكره في كده ايه. اقول لكم نكته يعني بسيطه كده. انا شخصيا يعني الموضوع ده معايا انا شخصيا. انا عندي عياده وبروح في يعني في بعض الاوقات لمستوصف خيري. تمن الكشف في المستوصف الخيري اقل من ربع تمن الكشف في عيادتي. تصدقوا ان هو نفس المريض بيجيني في العياده، هو نفسه شخصيا لو جاني في العياده بيبقى التعامل والاهتمام مختلف تماما من إن هو مش من انا بالنسبه لي براعي ربنا في الاتنين. لكن هو بيجي في العياده ام كشف كبير ويبقى مهتم ويشرح حالته بالتفصيل وياخد العلاج اللي انا هكتبه له ويمشي عليه زي ما قلت بالظبط. نفس العيان لما بيجي لي هو نفسه في المستوصف بياخد الروشته يرميها، ويبقى جاي كده ايه يعني، او جاي يضحك على امه مثلا الكبيره او ابوه الكبير، جاي يقول انا هوديك للدكتور، بس هو عارف وانا عارف ان هو مش هيجيب الكشف ومش هيهتم بالكشف. فالموضوع يعني بقى سخيف. يعني انا بحاول اراعي ظروفك وبحاول اجيلك في مكان خيري، وانت شايف ان انا جيت لك في مكان خيري يبقى انا دكتور مش كويس او مش مهتم بيك، او انت متصور ان انا مش هديك الاهتمام الكافي سواء في مستشفى الحكومة او في المكان الخيري ده. فانا مش عارف ليه بالظبط يعني. في هنقول مش هقول ان احنا كلنا ملائكه كدكاتره، في دكاتره فعلا بتهتم بالخاص اكتر من العام وبتهتم بالعيادة الخاصه اكتر من المكان الحكومي، لكن دي مش القاعده العامه. في دكاتره كتير جدا يعني بتراعي ربنا في الاثنين. ويعني آه، يعني مش كل دكتور كشفه اعلى يبقى بالضروره هو افضل. الحاجة التانية في نفس الوقت، الناس اللي هي بتروح للدكتور الغالي وتستعف عشان تروح للدكتور الغالي هم نفس الناس اللي بيشتكوا على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا ويقول لك الدكاترة كشوفاتهم غالية وارحموا الناس وارحموا مش عارف ايه والكلام ده. يجي واحد يقول لك انا رحت للدكتور في مصر كشفه ب 1500 جنيه. طب يا ابني ما انت في دكتور هنا ب 200 جنيه او ب 300 جنيه، يقول لك ما برضه 300 جنيه دول غاليين. طب انت عايز ايه؟ عايز الدكتور ابو 1500 يجي لك بيتكم ببلاش؟ مش عارف هتجيبها ازاي دي يعني. وبعدين ما هو الدكتور ابو 1500 ده عنده خبره معينه وعنده يعني علم معين، وهو شايف ان هو مش عايز يكشف على 100 عيان. هو راجل كبير في السن وعايز يكشف على خمس ست عيانين ب 1500 جنيه الكشف العيان، وهو راجل عنده خبره كبيره. وهو يعني في بعض الاساتذه من الناس اللي هم كشوفاتهم كبيره زي كده بيقول لي انا شخصيا انا مش عايز حاله تكون جايه كده عندها الم في الظهر ولا الم في الركبه ولا بتاع، وانا مش هعالج الحاجات البسيطه دي. انا عايز حاجه تكون انت وزمايلك الاساتذه اختلفتوا فيها، فعايزين بقى البروفيسور الكبير اللي هو اللي ايه، اعلى واحد في مصر مثلا. فهو نفسه بيقول انا عايز الحالات اللي الحالات الملعبكه دي اللي تبعتوها لي. فيعني عقده مش عارفين نحلها ازاي. انا لو ما اجي اغلي الكشف الناس تقول لي انت مغلي الكشف ليه يا دكتور؟ لو رخصته الناس مش هتجيلي اصلا. مش فاهم. برضه في حاجة تانية برضه من الظواهر المصرية العجيبة.
ودي يعني انا ما اختلطتش بيها شخصيا، لان انا طبيعه تخصصي ما عنديش هو واحد بعت هو على صفحه العياده بيقول لي بسعر الكشف كام، لو قلت له الكشف بكام هيقول لي غالي يا دكتور. ولو والله العظيم. آه كنا بنقول ايه. من ضمن الظواهر العجيبه في مصر حكايه الاخطاء الطبيه، او الناس اللي شايف ان الدكتور غلط في العمليه او غلط في علاج معين ليهم، ويروحوا يشتكوه في النيابه او غيره او غيره، يعملوا قضيه. طبعا في الغالب القضيه دي بتنتهي على ما فيش يعني، لان معظم الحاجات دي تبقى كيديه وما تبقاش فيها اخطاء طبيه حقيقيه. لكن الملاحظ من زمايلنا الجراحين بالذات انه اكتر ناس بيطلعوا يشتكوك ويبهدلوك في المحاكم والنيابات هم اكتر ناس صعبوا عليك واديت لهم العلاج مجاني او عملت لهم العمليه في المجاني. يعني سبحان الله، المريض اللي جاي دافع العمليه على حسابه، سواء مستلفها، سواء معاه فلوس، سواء باع ذهب مراته، سواء اي حاجه، اللي بيعمل كده ويدفع العمليه نقدي هو اللي ما بيشتكيش بعد كده. اللي بيبقى جاي وتعبان ومنين يا دكتور وانا ما عنديش وانا ما حلتش وانا كذا وانا كذا، ويصعب عليك فتوديه للمجاني او توديه لكذا او تحاول تجيب له عمليه بسعر رخيص او تدفع من جيبك حتى، ده لما لو العمليه ما جاتش زي ما هو في دماغه ب 100%. وساعات في عمليات ما بيبقاش النجاح فيها 100%. يعني واحد جاي مثلا، واحد دكتور عظام بيحكي لي بيقول لي واحد جايب له ايده في كيس، هو دخل في مصنع، ايده دخلت في مكنه فاتقطعت نصين عند الساعد، فايده نفسها الكافه جايبها له في كيس وخد ركبها لي، وركبها له. بعد ما بتركب الايد بالشكل ده لا يمكن طبعا ترجع لنفس الوظيفه 100% زي ما كانت، ولازم بعد كده بيطلع له قرار اعاقه لانه مش هيقدر يشتغل نفس الشغل الاولاني. لكن الراجل ما عجبوش ايده، ما عجبتوش بالشكل ده، قال لك انا ايدي ما بتلفش بزاويه كامله، فراح ما يشتكي الدكتور. بيقول لي الراجل ده تقريبا عملنا له عمليه على حسابنا. الراجل ده غلبان جدا وظروفه تحت الارض، وانا وديته على المستشفى الجامعه في المجاني. الشرايح والمسامير والبتاع لميناها انا وزمايلنا الدكاتره من بعض، فلوس دفعنا من جيبنا وعملنا له العمليه. قالوا بعد ده كله جاي يشتكيني عشان ياخد لي 100,000 ولا 50,000 ولا 20,000 عشان خاطر هو معاق. طب انت يعني انت ايدك دخلت في المكنه دي اصابه عمل، عايز تلبسني انا كدكتور اصابه عملك انت؟ طب وانا مطلوب مني احيي الموتى؟ فهي دي يعني مش عارف، دي يعني بعض المشاكل المجتمعيه في تعامل الاطباء. ده انا مش عارف احلها ازاي او نحلها ازاي. انا عن نفسي بحاول اراعي المجتمع اللي حواليا، وبحاول اراعي ظروف الناس اللي حوالينا. ما بغليش الكشف غير لما كل زمايلنا في نفس التخصص يغلوا الكشف، فما مش هبقى انا ارخص واحد يعني، عشان برضو الناس ما تقولش ده رخيص يبقى هو دكتور صغير، لان ده مشكلتنا في المجتمع. لكن بنحاول نعوض الحكايه دي بان انا بقولها كذا مره، يا جماعه المريض اللي مش معاه ثمن الكشف وظروفه حقيقيه فعلا ما يقدرش يدفع ثمن الكشف، لو اول مره، عشان بس ما نسيبش الفرصه للمدعين، لو اول مره تيجي عندي هتجيب لي كشف او يعني جواب تحويل من احدى الجمعيات الخيريه، اي جمعيه خيريه تعجبك، جمعيه تبع الجامع اللي مش عارف ايه، تبع كنيسه ايه، اي جمعيه اسلاميه مسيحيه مجتمعيه مدنيه، اي حاجه، تجيب لي ورقه من هذه الجمعيه ان الراجل ده ظروفه صعبه مش هيقدر يدفع ثمن الكشف، وهدخلك مجانا تماما، هتدفع بس اجره اللي هو الولد اللي بره او البنت اللي بره 10 جنيه او 20 جنيه بالكتير قوي. لو انت يعني مواظب معايا، مثلا مريض مزمن معايا، وجت فترة عندك ظرف ما عندكش تمن الكشف او تمن الإعادة، تتفضل بدون أي ورق تاني، انت اسمك مسجل عندي وليك ملف عندي، فنرحب بك في أي وقت لو ظروفك صعبة. وبقولها لكل عيان لوحده، بقول يا حاج أو يا حاجة، اوعى تمن الكشف يمنعك انك تيجي تتابع. لو ما معكش تمن الكشف تعالى ومفيش مشكلة، ما دام انت عيان مزمن معايا وليك ملف عندي. دي احنا بنحاول نراعي بيها شوية من ظروف الناس، لكن مش هينفع ان انا اخلي كشف مثلا ب20 جنيه او ب30 جنيه. نظرية طبيب الغلابة دي نظرية فاشلة تماما، ما تنفعش حتى لو الاعلام بيرحب بيها او بيشكر فيها. طبيب الغلابة ده هيجيله الناس اللي عندها يعني الحاجات العادية بسيطة خالص، لكن المريض اللي محتاج فعلا دكتور متخصص مش هيروح لطبيب الغلابة، هيروح لدكتور متخصص في التخصص بتاعه. يعني ينفع يكون ممارس عام طبيب الغلابة ده، اللي هو العيان يديله حقنة والمسكين يديله لقمة، أو إن جاله جفاف يديله محلول، اللي هو الحاجات العادية البسيطة اللي ممكن تنفع مع أي حد،
اللي هو في الواقع الامر يعني واحد ممارس عام، اللي هو في الواقع ممكن الصيدلي يحل محله في بعض القرى او بعض البلاد. لكن نظريه ان انا يبقى دكتور متخصص في تخصص دقيق معين وتقول له خلي كشفك ب 20 30 جنيه، ده رقم، ده حاجه غير منطقيه وغير مقبوله لا مجتمعيا ولا اقتصاديا، ولا تنفع في اي في تبع اي حسبه. فمعلش يعني نحاول نفهم القصه دي، وربنا يعني يوسع على كل الناس ويشفي كل مريض. ونلتقي على خير إن شاء الله مع دردشة طبية على السريع.